اهلا، مساء الخير. انا عمرو رشدي وده محمد هنيدي، ودي رحله فاشل ولا نجح. لايك سبسكرايب. النهارده هنشوف ونراجع ونقيم كل افلام محمد هنيدي، ولو تسال ليه الافلام بس فعشان محمد هنيدي عمل حاجات كتير فشخ. التقييم بتاعنا هيتم على 3 حاجات. اول حاجه طبعا هي جوده الفيلم، وتاني حاجه هو رايي وراي الناس اللي شاركت في التصويت، ولو انت حابب تشارك وحابب تلعب فانا سبت لك اللينك في الديسكريبشن تحت. وتالت حاجه وهي اهم حاجه الايرادات والميزانيه. زمان كانت الايرادات ما بيتمش الاعلان عنها بشكل رسمي، او ممكن يعلنوا عن اسبوعين من ايرادات الفيلم وبقيه الايرادات ما يعلنوش عنها. وتاني حاجه هي التكلفه او الميزانيه، ودي تقريبا المنتجين بيعتبروها سر حربي ما بيتمش الاعلان عنها لا من قريب ولا من بعيد. بس انا استعنت بشات جي بي تي وكلود وجيميناي عشان يقولوا لي تقريبا كل فيلم حقق كام ايرادات وكام ميزانيه، وعلى مدار ايام فضلت اقارن بين النتائج اللي طلعها الثلاثه عشان اوصل في الاخر لرقم تقريبي. فكفايه مقدمه لغايه كده ويلا بينا. معانا 18 فيلم لهنيدي، ونبدا بفيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه. ايه الترنج ده وايه الفانيلا اللي انت لابسها؟ علي الراجل مش بترنج ولا فانيلته يا علي. لازم تبقى قدامها بطل ادى خلف، يعني رشدي اباظة، طويل يا علي، سيلفستر ستالوني. يعني ده اللي مش بان بالارض انت بتضايقني ليه؟ الفيلم اقل حاجه تتقال عليه ان هو عظيم. المضحكين الجدد. كلمة المضحكون نفسها التعبير المصطلح كان استخدمه الأستاذ محمود السعداني في سلسلة مقالات نجوم الكوميديا. فلما ظهر مجموعة جديدة مرة واحدة كده برزوا يعني في لحظات متتالية كده مع بعض، فسموهم المضحكون الجدد على اعتبار إيماء إلى المضحكين القدامى. يعني الفيلم جاب تكلفة حوالي 1,000,000 جنيه، وإن منتج يحط 1,000,000 جنيه في شوية العيال دول دي كانت مجازفة. دول كانوا شويه عيال. في المقابل بقى الفيلم حقق 27 مليون جنيه. انت فاهم الرقم؟ حاسك مش فاهم الرقم. طب خليني اقول لك ان احمد زكي في نفس السنه عمل فيلم اسمه حسن اللول، عمل 3.5 مليون جنيه. بلاش عادل امام اللي يعتبر كينج الايرادات في الجيل ده كان نزل فيلم رساله الى الوالي، عمل تقريبا 7 مليون جنيه. طب بلاش دي، عارف ال 27 مليون دول يساووا كام مليون دولار؟ 8 مليون دولار. ولو حسبنا فرق تضخم في العمله من 97 للنهارده هنلاقي ان 27 مليون جنيه يعملوا 400 مليون. فاكيد الفيلم هيتحط في اعلى خانه 10 من 10. لو هتسالني ليه ما بداتش بفيلم اسماعيليه راح جاي، فعشان ده ما كانش بطوله محمد هنيدي قوي يعني. رقم 2 فيلم همام في امستردام 1999. فيلم ما يقلش عظمه عن فيلم صعيدي. انا احب مصر، زرت الهرم بتاعنا. الهرم بتاعنا؟ انتوا عندكم هرم زينا؟ لا، هرم الجيزه. الجيزه مين يا باشمهندس؟ تقصد تقول الهرم بتاعنا احنا؟ بتاع كل البشر. وقتها التكلفه كانت تقريبا 3.5 مليون جنيه، سفر بقى وكده. والفيلم حقق 23 مليون جنيه. ومش هقعد احسب لك بقى زي الفيلم اللي فات يعمل كام دولار ويعمل كام دلوقتي بعمله النهارده. فعلا يتحط في مرتبه 10 من 10. رقم 3 فيلم بلية ودماغه العاليه. بعدين انا هسأل سؤال، انت جبت الثقة اللي فيا دي منين؟ ايه يا عماد، ما انت شكلك جاي من خناقه اهو، يعني بتضرب. هو كده يعني بضرب؟ يا نهار اسود. بص، انا كنت بعشق الفيلم ده وانا صغير جدا، بس لما كبرت عرفت قد ايه الفيلم ده اتظلم. الفيلم ده جه بعد افلام عظيمه جدا زي صعيدي وهمام، فالتوقعات لي كانت عاليه، بس الفيلم يعتبر مش وحش بس اقل منهم. المنتجين كانوا فكوا كيس ساعتها وخلاص بقوا واثقين في هنيدي، وصرفوا ميزانيه 4 مليون جنيه، وده رقم كبير. الفيلم حقق حوالي 16 مليون جنيه، وده رقم كويس عامه. انا بقول لك من سنتين عادل امام كان بيحقق 7 مليون ويعتبر فشيخ. رغم اني بحب الفيلم ده بس هديله تقييم ان هو فيلم كويس. رقم 4 فيلم جاءنا البيان التالي. ومش هقول على الفيلم ده حاجات كتير. الشخصيه الحقيقيه على ما ان انا شفت الستين دول عايزين يمثلوا. اول سؤال انا لقيت هنا خياطه قلت لها حضرتك دي ايه دي؟ قالت لي دي حادثه قديمه. بس قلت لها حادثه ايه قديمه؟ قلت لها انت مش مظبوطه شكلك. قالت لي ضربه مش عارف ايه وكميه برشام مختلفه، وتطلب زي ما تطلب نفس اللي حصل في الفيلم. تعالى بت ايه بتش دي؟ ما تحسن ملافظك يا باغل انت. اسمي عفت. انت مش على بعضك ليه؟ اصل ضربه كميه برشام مختلفه. هو ده بيعمل معاكي ايه؟ بص بيعمل ايه الاول؟ تنميل في الجسم فظيع، بعد كده ضربات في القلب سريعه، وبعد كده يطلب زي ما يطلب. فيلم جامد بميزانيه 4 مليون جنيه، عمل تقريبا 20 مليون جنيه. 10 من 10. نوصل للفيلم الخامس، صاحب صاحبه 2002. هنيدي في الوقت ده ما كانش فيه فيلم نزله الا وجاب ايرادات تاريخيه. فكره ان هو يفشل مش موجوده اساسا. الكلب لولو، الكلب لولو، الكلب لولو، الكلب لولو، الكلب لولو خطبنا له.
بس في نفس الوقت تقريبا ينزل محمد سعد في فيلم الليمبي. نزل صاحب صاحبه، ووقتها نزل معاه الليمبي، كسح الدنيا. فانا ما كنتش متعود ان فيلم ما ينجحش. فجاه لقيت الله 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 في ايه اللي حصل. فخلاص عرفت حصل حادثه، اتوبيس دخل في عماره. الفيلم يعتبر فشل ساعتها في السينمات، بس لما اتعرض كان ناجح جدا، الناس حبته وفعلا كان ليه شعبيه كبيره، فممكن احطه في خانه فيلم كويس. رقم 6 فيلم عسكر في المعسكر 2003. انا متولي الزناتي واني خضر. الولد كان وحيد داخل الجيش ازاي؟ لا البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. يمه المطهر رص الملح 7 مرات 8 مرات 9 مرات. يلا تكلفته تقريبا 7 مليون وحقق تقريبا برضه 15 مليون، وفيلم كويس عامه وممكن تشوفه لغايه النهارده عادي. رقم 7 ده فيلم مختلف تماما عن اي حاجه اتقدمت قبل كده او بعد كده في مصر. فيلم فول الصين العظيم 2004. فيلم منعش بصريا بشكل كبير. شو مين ده صرصار؟ هاكل ايه؟ ده عندنا بيضربوه بالشبشب. لا حضرتك اصل انا باكل دبان ما باكلش صراصير. كل محمد هنيدي مش اول واحد يسافر بره، ومحمد هنيدي نفسه عملها قبل كده في فيلم همام. بس المشاهد العربي متعود ان هو يشوف حاجه من افلام امريكا، حاجه من افلام اوروبا، فهو متعود على شكل المباني، الاجواء. لكن الثقافه الصينيه عمر ما حد قبل كده تعرض لها. مش بس كده، الفيلم ده يعتبر الفيلم الوحيد العربي اللي ابطاله مش عرب، ومش بتكلم على 1 ولا 2، انا بتكلم على تقريبا 5. فيلم حلو جدا وياخد 10 من 10 مستريح. رقم 8 فيلم يانا خالتي 2005. الفيلم كان حلو جدا وكان من نجاح محمد هنيدي. انا مش ساحره ولا انت جاي يا عمر افندي؟ عايزه تحس ان انا ساحره ازاي؟ نازله لكم السقف وعامله لكم نار. انزلي 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 انزلي. ولغايه النهارده هو فيلم ممكن تتفرج عليه تاني وتالت. ايراداته وميزانيته مش واضحه قوي، بس انا هحطه فيلم جامد. رقم 9 واحد من اكتر الافلام اللي عليها جدل في تاريخ محمد هنيدي، وهنا بتكلم على فيلم وش اجرام 2006. الفكره بس في الفيلم ده ان انا لقيت ناس حطاه في خانه 10 من 10 وناس حطاه كفيلم وحش. يعني في ناس حباه جدا وفي ناس كرهاه جدا. طب ليه؟ الفيلم ده معتمد على كوميديا الفرس، يعني حاجه هزليه، هزار، قلش. ده الواد اللي ورا بيشم واللي قدام ده بيشرب بانجو مخدرات. انا شميت الريحه ودخت. ده خطر، دي قضايا جامده قوي ممكن نروح في داهيه يا خالتي. بقول لك ايه يا ابني؟ تحت امرك يا خالتي. ما لاقيش معاك سرنجه؟ يا عيني انت معاد الحقنه بتاعتك دلوقتي؟ السرنجه يا اسطى، اديني الحقنه بسرعه ارجوك، محتاجه الجرعه. اديني الحقنه بسرعه ارجوك، انا عايزه الجرعه. اديني الحقنه بسرعه ارجوك انا عايزه الجرعه. اديها الحقنه بسرعه ارجوك، محتاجه الجرعه. ولو ما تعرفش فهو بياكل جدا مع الناس. مصطفى غريب بني في كاريره كله على القلش، فزي ما قلت لك الجمهور ما كانش متعود على ده من محمد هنيدي. بس ارجع اقول لك انه فيلم مش وحش، فيلم كويس. هنيدي عينه بتقع على منطقه الخليج اكتر، ويعمل فيلم عن اللي بالدقي 2007. بالارقام الفيلم تقريبا اتكلف 6 مليون وعمل تقريبا برضو 7 مليون. جود مورنينج داد. جود مورنينج يا زيد. داد انت وعدتني انك هتيجي معايا في البيرنتس داي الاسبوع اللي جاي. يا حبيبي كبرت يا حبيبي ورحت المدرسه ونفسك ابوك يجي وياك. مين حبيب بابا؟ يزيد. مين روح بابا؟ يزيد. مين عقل بابا؟ يزيد. والله ما انا رايح وياك. فهو ما نجحش قوي في مصر، بس في الخليج الفيلم كان مكسر الدنيا. فاقدر اقول لك ببساطه ان الجمهور المصري ما كانش اول جمهور مستهدف من الفيلم ده، فاحط الفيلم ده في مرتبه الكويس او مش قوي. يعني اخر فيلمين لهنيدي يعتبر ان هما خيشوا بمقاييس هنيدي نفسه، وفي الوقت ده في 2008 كان في شباب كتير بتقدم حاجات كتير وناجحين جدا، فيعني محمد هنيدي شكله كده راحت عليه. يقول لك تندها قول له حبيبي ده عندها انا هفضل عم عمامها لحد ما هيبلها. في 2008 ينزل بفيلم رمضان مبروك ابو العالمين حموده. تكلفه الفيلم ده حوالي 15 مليون وعمل تقريبا 25 مليون. انتوا فاهميني ايه؟ مواطن كده ماشي في الملاهي. انا الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده، مدرس اول لغه العربيه ورئيس جماعه الخطابه. والفيلم عامة هو حلو جدا واتحط في فيلم جامد. الفيلم رقم 12 2009 أمير البحار. معاك أمير نور الدين البحر صاحب المركب دي، وكل الناس دي في حمايتي. نعم
ايه المفاجأة الفظيعة دي؟ بص، معرفش الفيلم ده بالنسبه لك حلو ولا وحش، ومعرفش هتقيمه ايه، بس انا بحب الفيلم ده وهحطه في خانه 10 من 10 عافيه. ولو مش عاجبك الكلام انزل اعمل لايك وسبسكرايب او دلعني يعني. بعد الفيلم ده تيجي ثوره 2011، ودي تقريبا خط فاصل قوي في تاريخ السينما في مصر. كل النجوم بيتاثروا ما عدا 2، ودول لو انت عرفتهم اكتب لي في الكومنتات وممكن نعمل عليهم حلقه قريب. ايرادات النجوم بعد الثوره وافلامهم ومستواهم قالوا كتير قوي عن الاول. وفي 2012 ينزل محمد هنيدي بفيلم تيتا رهيبه، ويعني زي ما كان بيتقال ان هو عمل ثوره في 1997 ورجع الناس تاني تشوف الافلام في السينما. هيعمل ده تاني بعد الثوره. خش يا ميادة خش. مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا. مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. تعالى يا هاني. خد يا حبيبتي. مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. يخبط اهو بتبطل تقول يا لا بقول مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا مدام. بس للاسف الفيلم ما بينجحش قوي. الفيلم بيتكلف تقريبا 15 مليون وبيجيب قدهم 15 مليون. ممكن اقول ان هو مش قوي. بعديها في 2015 ينزل بفيلم يوم ملوش لازمه. بص، هو الفيلم ده ممكن ما تبقاش شفته ولا سمعت عنه ولا حد اتكلم عنه اساسا. نهار اسود ومنيل. انت ما بتموتيش ليه؟ بدلة عظيمة. افتح على يحيى. بيتفي في وشي لو الواد ده اتجوز. هات العلبه الخضراء اللي عليها ست بتزغرط وفي نفس الوقت عامله كده. حضرتك انا نطيت غلط بس نطيت غلط. بس هو فيلم مش وحش قوي للدرجه دي، فانا هحطه في خانه مش قوي. الفيلم تقريبا حقق 11 مليون وكانت ميزانيته 9 مليون او 10 مليون، فيعني وممكن كمان احطه في خانه ان هو فيلم كويس. ارجع اتفرج عليه. في كل الافلام اللي فاتت اكيد انت خدت بالك ان في خانه ما استعملناهاش خالص. مفيش فيلم لهنيدي لحد دلوقتي كان يعتبر انه فيلم وحش. ممكن مش ذوقك، ممكن الفيلم ده يكون لكن ده 2017 فيلم عنتر ابن شداد. أسوأ عمل في تاريخ محمد هنيدي. أسوأ عمل، أنا أقصد الكلمة. مسرحيات بقى على أفلام على برامج على كل حاجة. هذا الصغير حفيد عنترة. الناس دي بتجاملك وانت دمك تقيل والتاتو مش فيلم وحش قوي. حط الفيلم ده في خانة وحش. محمد هنيدي بيغيب 4 سنين، ودي تقريبا أطول فترة غابها عن السينما من يوم ما ظهر، ويرجع تاني في 2021 بفيلم الإنس والنمس. ايه في حاجة؟ اهلا بيك سيد تحسين، احنا عيلتنا عيله كبيره قوي. نسمع زغروطه بقى بلاش. الناس كانت مشتاقه جدا لمحمد هنيدي. الفيلم اتسوق له جامد، وان هنيدي بقى رجع تاني واخيرا كوميديا بجد، والناس بتهز الصاله من كتر الضحك، والشغل ده اثر في الناس جدا. ورقميا ده انجح فيلم لهنيدي بتكلفه 25 مليون، هو عمل 60 مليون. بس لما تشوفه بجد بقى يجيلك احباط. الفيلم مش وحش بس مش ده مستوى هنيدي. لما تشوف الفيلم هتعرف ان الفرق بين هنيدي وبين الناس اللي قدمت افلام كويسه في الوقت ده، الفرق بينهم كبير على مستوى الاخراج والكتابه والتمثيل. فارجع اقول لك ان الفيلم مش وحش بس الفيلم محبط قوي. الفيلم رقم 17 كانت التسويق اللي المنتجين لعبوا عليه المره اللي فاتت في فيلم الانس والنمس، رجعوا لعبوا عليه هو في فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل 2023، وبرده تاني الناس اتضحك عليها بس المره دي مش قوي يعني. انت بقى المسؤول عن المستشفى دلوقتي؟ زي ما حضرتك تحب يا فندم. يعني انا كنت مروح بس ممكن استقيل. الفيلم اتكلف 20 مليون وجاب تقريبا 36 مليون. ما بقول لك الناس اتخدعت بس مش قوي. فيلم وحش والناس كانت بتسيب السينما وتمشي، ولو انت جربت تتفرج عليه في التلفزيون انت غالبا مش هتكمله. والفيلم رقم 18 واخر فيلم وقت تسجيل الحلقه دي مرعي البريمو 2023. الفيلم رجع تاني يتسوق له، بس المره دي بقى بيتسوق له ان دي عوده بجد لهنيدي، ورجع تاني مع مخرج اسمه سعيد حامد، نفس المخرج اللي عمل له افلام زي همام في امستردام وصعيدي في الجامعه الامريكيه. بس خلاص الناس بقت فاهمه ان افلام محمد هنيدي للاسف مش على نفس المستوى. فيلم بيكلف تقريبا 22 مليون وبيحقق 16 مليون. فشل كبير قوي الفيلم لو جربت تشوفه في التلفزيون. مش عايز احلف يعني بس الفيلم مش حلو والله ما هتكمل، فحطه في خانه وحش. في النهاية حابب أقول إن محمد هنيدي بقاله كتير بيعمل أفلام بعيدة قوي عن الموجود في السوق. في 2025 يعمل مسلسل اسمه شهادة معاملة أطفال، لا اتشاف ولا اتسمع ولا الجمهور عارفه أساسا، لأن الجمهور ما بقاش عنده ثقة إن محمد هنيدي هيقدم عمل كويس فعلا، وللأسف ما بقاش ختم جودة. أنا واحد من الناس اللي بحب محمد هنيدي جدا، بس هو في الفترة الأخيرة خيش جامد. هنيدي محتاج يرجع خطوة لورا ويعمل أعمال مع نجوم تانيين، وينسى تماما فكرة النجم الأوحد
اوحد، لان هنيدي لو استمر كده هو للاسف بعيد وهيبعد اكتر. وبس كده، سلام.